الراجل ده سأل براد بيت سؤال مهم جدا. تعالى كده نسمع نشوف هو سأله قال له ايه. On a scale of 1 to 10, how happy are you as a couple? On a scale of 1 to 10, how happy are you as a couple? On a scale of 1 to 10, how happy are you as a couple? On a scale of 1 to 10, how happy are you as a couple? بيقول له تعرف كده تقيم لي من 1 ل10 انتوا سعداء مع بعض قد ايه؟ وفي الحقيقه السؤال ده مهم جدا، احنا بنساله لبعض كتير قوي وبنقابله كتير في حياتنا. يعني مثلا بقول لك تعرف تقيم لي نفسك من 1 ل10 انت مبسوط في حياتك قد ايه؟ تقدر تقيم لي الشخص ده ذكي بنسبه قد ايه من 1 ل10؟ او اقول لك التجربه دي كانت مفيده بنسبه قد ايه من 1 ل10؟ فانت لازم تحفظ الاكسبريشن ده بقى، احفظه. بنقول ايه؟ on a scale of 1 to 10 on a scale of 1 to 10 on a scale of 1 to 10 ونقول بقى مثلا هنقول هو ذكي قد ايه؟ هنقول how smart is he. how smart is he. مثلا هقول لك انت مبسوط بنسبة قد ايه من 1 ل10 فهتقول on a scale of 1 to 10 how happy are you. how happy are you زي ما كان بيسأل براد. ركز معايا شوية في النطق. انا اديتك دلوقتي الاكسبريشن بس تعالى نركز شوية ازاي ننطقه عشان طريقة نطقه دي مهمة جدا. ركز معايا. انا قلت on ما قلتش on. first of all قلت on a scale of scale. سامعين صوت الدارك ال يا جماعه؟ ما قلتش scale. on a scale of وعملت لها لينكينج. ملاحظين انا قلت scale of 1 to 10. خلي بالكم عشان ناس كتيره قوي بتنطق حرف التي بشكل بتنطقه خفيف قوي، فحرف التي لازم نديله حقه يا جماعه. اديله حقه، طلعوه فيه هوا كده، اعمل عليه ستريس، طلعه قوي. فنقول 10 on a scale of 1 to 10 ونقول بقى السؤال بتاعنا. الجمله اللي جايه دي بقى دي بتاعتك، دي الهوم تاسك بتاعتك. يا ترى بقى براد هنا رد عليه وقال له ايه؟ 10 being perfectly happy and 1 being totally miserable. 10 being perfectly happy and 1 being totally miserable. لو سمعت وفهمتها عايزاك تكتب لي في التعليقات.